ايه عامل ايه؟ ازيك؟ ايه بقالك فترة؟ لا بقالك فترة في المطلق يعني. في ناس كتير بتسألني على موضوع ان انا بحط سجاجيد الصلاة كستوري في الانستجرام. يعني في ناس تقول لي مش خايف من الرياء وبتاع، انت بتصور لنا بعد كل صلاة يعني. خلاص يعني عرفنا انك بتصلي، خصوصا انا بعمله كل يوم تقريبا بقالي معرفش امتى، سنتين مثلا، سنة. انا عادة بصور حاجات عبيطة، عارف انت الناس اللي بتعمل نفسها فنانة دي، اللي بتصور اي حاجه وتحطها. الناس اللي هم بتدعي البوهيميه دول انا منهم يعني، اللي هو عشان ما تقفشنيش، مش ما تعرفش اللوجيك ورا الحاجه اللي بصورها. والناس دايما بيجي لها اعتقاد انه يا اصل الراجل ده عنده فكر بقى، ده راجل عبقري يعني. في مره كنت بصلي في الشارع وعجبتني شكل السجاده مع الاضاءه اللي جايه مش عارف ايه وبتاع، وهي في وسط الحطام، واحنا حسيتها حاجه حلوه يعني فصورتها. حد كتب لي قال لي تصدق انا ما كنتش صليت مش عارف ايه، وقمت صليت عشان شفت الستوري دي. فقلت والله الله، طب ممكن يبقى دي حاجه بقى بتنفع في حته تانية يعني. فقعدت اعمل كده اسبوع مثلا، لقيت ناس كتير بتبعت، ده عارف انا ما كنتش بصلي بره في الشارع عشان الحجه ومش الحجه، بس من بعد ما شفت الاستوريات بتاعتك بقيت اصلي في الشارع. فضلت مستمر شويه كده، في مئات ومئات، ده مش رقم مبالغ فيه، مئات من الرسائل قالت لي ان انا اصلا ما كنتش بصلي، او كنت مبطل صلاه بقالي فتره، او مش منتظم وبتاع، وبقيت اصلي بسبب الستوريز بتاعتك. طبعا هم بيهيأ لهم ان هم بسبب الستوريز بتاعتي، ولكن الداينامكس بتاعت يعني حد بيكون عايز يتوب لربنا، فربنا بيتوب عليه عشان يتوب له، ربنا بيتوب على الشخص عشان الشخص ده يتوب لربنا، فبيحط قدامه اسباب مهما كانت تفاهتها هي تعتبر تافهه جدا. فتحس ان ده التريجر، ان انت اصلا تقول ايه، والله انا بقيت اصلي من ساعه ما شفت قطه في الشارع مش عارف ايه، حاجه تافهه يا جماعه. بقيت اصلي من ساعه ما شفت مش عارف موضوع مين حصل له ايه، مش عارف واحد صاحبي كان ماشي اتخبط في مش عارف مين. ففي ناس كتير كده ايه، اظن ان احد الاسباب دي هي سبب ان هي تمت هدايتها ربنا يعني. دي الداينامكس يعني، ربنا بيكون سمح بالتوبه او هداهم التوبه. برضه في ناس كتير بتبعت لي بعد موضوع البوستات ده بقى، ممكن تقول لي التزمت بالصلاه ازاي، او ممكن تقول لي انت بقيت تصلي ازاي. فانا الحقيقه ما بلاقيش اجابه صريحه. الحمد لله انا بصلي تقريبا من، يعني منتظم في الصلاه من يمكن اولى جامعه تانية جامعه حاجه كده، مش فاكر بالظبط يعني. وكان سبب تافه جدا برضه، كنت في حفله يعني. سبحان الله يعني. هي ما هو مش اجتهاد شخصي، ولكن الناس دايما بتسالني اعمل ايه عشان اصلي. لا، هتاخد بكل الاسباب اللي ممكن تاخدها في الدنيا، ولكن الحاجه الوحيده اللي انا ممكن انصح بيها اي حد فور ناو، اللي اعرفه حتى الان يعني، انه يطلبها من ربنا صريحه، ان انا يا رب انا عايز اهتدي عامه، او عايز اصلي. هو بقى هيعملها ازاي دي بتاعته هو بجد. تلاقي فعلا سبب، عارف حتى في ناس كده اللي بيبطلوا السجاير دي، يقول لك ايه، والله انا صحيت الصبح كده مش عارف ايه بطلت سجاير، فاهم؟ او في واحد قال لي مش عارف مين كذا في مره، وقلت من ساعتها انا هبطل السجاير. تلاقي مثلا مبطل السجاير بقاله 22 سنه. الاجتهاد الشخصي مطلوب طبعا، ولكن مش هو النتيجه. زي ما بقول دايما في اي فيديو تاني، ان اي اخذ بالاسباب، مثلا زي معجزات الانبياء، مثلا سيدنا موسى بشق البحر، يعني مش ضربه العصايه اللي هتشق البحر، ولكن الاخذ بالاسباب ده شيء واجب جدا يعني. فانت اجتهد قدر الامكان في الصلاه، ولكن ابقى عارف ان هو الامر ذات نفسه هيجي من عند ربنا، مش اجتهاد شخصي. يبقى النيه موجوده، وينوي التوبه فعلا، ويعملوا عمل صالح، او تعمل عمل صالح على قد ما تقدر، والهدايه هتيجي من عند ربنا. انا عارف انا بكرر كلام كتير، اجتهاد شخصي مطلوب، ولكن مش هو السبب اللي هيوديك لان اللي هو تقول الله ده بعمل كل حاجه صح وبعمل كل حاجه في الدنيا، بس في الاخر الله ما مش عايز الصلاه تقيله عليا. however انا مش شخص صالح يعني، ولا شخص يقرب للصلاح خالص يعني، لكن انا الحمد لله مش شخص مستسلم. انا لغايه دلوقتي ما استسلمتش ل ان انا اقطع علاقتي مع ربنا يعني. مهما انا بعمل غلط كل يوم بعمل يعني، مش كاني بجاهر بالمعصيه، لكن انا عمري ما يئست من رحمه الله. انا دي برضو دي توصيه من عند ربنا يعني. ف وما هياش كبيره على حد يعني، موضوع الهدايه ده ما هوش كبير على اي حد، لان ربنا رحمته اكبر من كده. فاستمريت على موضوع وضع الستوريز ده ومكمل عليه. وده بقى اللي نفسي فيه في الفيديو. هيبقى طويل قوي على الهايلايتس ده. وات اف كل الناس بقت تعمل كده؟ هتبقى حاجه مزعجه طبعا، انت تفتح الستوري كلها سجاجيد صلاه. لو الفكره دي اتعملت ممكن تكون سبحان الله سبب لناس كتير، ان هو مثلا حتى لو مجرد فايته مثلا العصر ولا حاجه، فيروح شاف الستوري دي. انا قصدي ان هو كان نفسي تبقى
ترند مثلا ان هو الناس كلها، ومش عايز حد يذكر اسمي، مش عايز حد يجيب اسمي في حاجه، مش عايز حد يمنشن اللي هو ده هشام، اللي مش عايز اي مجد شخصي خالص. ونفسي يعني تبقى دي، عارف، لو واحد ما عملش حاجه عدله في حياته ممكن يكون حاول يسعى في حاجه عدله واحده يعني. السجاجيد اللي عندي مبطنه، ما اعرفش، مش هشوفوها عشان من الطريقه بتدق على اعلى حاجه، ما اعرفش، هو مش راضي يطلع عن كده. انا في حاجات منها بيسموها طبيه بس مش طبيه ولا حاجه. المكان اللي جايب انا سجاجيد على فكره ما جبتش ولا واحده منهم غير واحده بس تقريبا، اللي هي في مطرح ما بنام. غالبا كنت جايبها لامي واتخانقت معايا عشان بصرف فلوس على الحاجات الفاضيه كده يعني، فقالت لي والله ما انا واخداها، فقلت لها اديها لك، مش مهم الله يرحمها يعني. بس انا كنت نفسي اجيب لامي اي حاجه يعني. فالباقي ده صديق عزيز عليا في امريكا جابها لي، بعتها لي مع حد هنا صديق عزيز اخر عليا. الحاجه الثانيه برضو حد عزيز عليا جابها لي وانا بنقل مثلا بصلي فيها في الشارع. ده كليم حد عزيز عليا جابه لي من ذهب، وانا اللي قلت له بشكل صريح يعني لو في حسنات يعني تاخدها يعني. فاللي بصلي فيه في الشارع، الناس كتير بتسالني جبت السجاده بتاعت الشارع دي منين، اللي هي بحطها معاها في العربيه على طول. ده كليم عادي جدا بتوع كلمات ذهب، اللي هو كانه سجاده بالظبط، بس انا جبته على انه طويل كده يعني، سجاده طويله الناس اللي بتقعد فيها في الشارع دي يعني، انا بصلي عليها وسايبها في العربيه. في اماكن كتير بتبيع الحاجات السجاجيد دي، مش عايز ابقى بعمل لهم اعلان، لان هو كمان الصراحه لما شفت السجاده منين هي غاليه كويسه طبعا كل حاجه، بس غاليه، ربنا يبارك لهم ويسعوا اكتر كده. بس قصدي في اماكن تانية مثلا بتبيع السجاجيد دي بشكل تلت الثمن مثلا او بربعه، ما اعرفش نفس الكواليتي ولا لا، بس يعني حسيتها نفس الفكره يعني. برضو انت مش محتاج تطير يعني، ما هي سجاده علاء الدين انت هتصلي عليها في الاخر. بس الفيديو ده طويل قوي على هايلايت، مش بس هنحاول يعني نسعى، مش مهم النتيجه في الاخر. انت عامل ايه؟ كويس؟ فينك بقالك فتره بتريح؟ ماشي، هكلمك.